أكتر بكتير ما بنتخيل. الموضوع مش استسلام وخلاص للمشاعر والأفكار اللي بتجيلنا. تمام. خلينا نبدأ بأكتر حاجة بنحس بيها كلنا تقريبا، المود الوحش ده أو المزاج لما يكون مش تمام. الكتاب بيقول إن الأفكار والمزاج دول عاملين زي حلقة مفرغة، ده يأثر في ده وده يأثر في ده. يعني فكرة سلبية صغيرة ممكن تكبر وتخلي المود كله يقلب. الكويس ممكن يخلينا نشوف الأمور بشكل إيجابي أكتر. بنهرب منها ساعات، صح؟ ودي نقطة خطيرة الكتاب بيركز عليها، فكرة الهروب بحلول سريعة. الأكل العاطفي مثلا، أو الحاجات دي بتريح وقتها فعلا، صح؟ بتريح وقتها، تمام. لكن على المدى الطويل لأ، دي بتزود المشكلة الأصلية ويمكن تخلق مشاكل جانية كمان. الكتاب بيقدم دوات نقدر نستخدمها. تمارين اليقظة الذهنية، اللحظة دي عاملة ازاي جواه وبراه من غير ما يحكم عليها. أو حتى تمرين زي إن الواحد كل يوم يفكر في نعمتين 3 مهما كانوا صغيرين.